الحياة دائما تعطيك تحديات، يوم تكون الأمور صعبة ويوم تحس إنك خلاص ما عندك مجال تكمل. بس الحقيقة الحياة تعلمنا إنها تعطي اللي يصبر ويتعب ويؤمن بنفسه. القصة اللي بخبركم عنها اليوم مو عن شخص مشهور أو حد غني من البداية. القصة عن شاب عماني بدأ حياته في ظروف صعبة جدا، وتعلم من كل لحظة في حياته إن النجاح ممكن إذا كنت مستعد تواجه التحديات. تابعوا معي للنهاية عشان تتعرفوا على كل تفاصيلها. في قرية صغيرة في عمان عاش هذا الشخص طفولة ما كانت سهلة أبدا. أهله كانوا ناس بسيطين يعتمدوا على الزراعة والشغل اليدوي عشان يوفروا لقمة العيش. كل يوم يبدأ مع شروق الشمس، الأب في الحقل والأم تنظف البيت وتساعد في زراعة بعض الخضروات اللي يبيعوها في السوق. هذا الشاب وهو صغير ما كان يعرف شيء عن الراحة. المدرسة الصبح والحقل بعد الظهر، يقم على حطب يسقي الزرع، يشتغل مع أبوه، وكل هذا بدون ما يشتكي. لكن كان دائما يقول في داخله هذا الوضع ما ممكن يستمر، لازم يوما ما تتغير حياتنا. كان حلمه بسيط انه يطلع من القرية يلاقي فرصة افضل ويرجع يوم يساعد اهله، بس ما كان يعرف كيف او متى. اللي كان عنده فقط هو ايمانه ان الحياة ممكن تتغير اذا تعب وتحمل الصعوبات. بعد ما خلص الثانوية عرف انه اذا بقى في القرية حياته ما بتتغير. قرر يترك اهله ويروح المدينة يدور شغل. كانت خطوة كبيرة فيها كثير من الخوف، بس ما كان عنده خيار ثاني. أول شغل حصل عليه كان عامل بناء، يشتغل من الصبح لين العصر تحت الشمس الحارقة. يومه كان يبدأ الساعة 5 الفجر وينتهي بعد المغرب. جسمه كان يتعب بس عقله دائما يفكر كيف أقدر أغير هذا الوضع. كان يسكن في غرفة صغيرة بسيطة جدا، ما كان عنده إلا سرير ودولاب قديم. ورغم التعب كل ليلة قبل ما ينام كان ياخذ دفتر صغير ويكتب أفكاره. كانت عنده أحلام وكان دائما يقول لنفسه يمكن الحين وضعي صعب بس هذا مجرد بداية. في يوم من الأيام وهو جالس في غرفته شاف كتاب مستعمل اشتراه من السوق. الكتاب كان عن كيف تبدأ مشروعك الصغير، وكل كلمة فيه حس انها تنطبق عليه. هنا قرر انه يبدأ. فكر ليش ما اشتغل على شيء اعرفه، شيء مرتبط بأصلي وبقريتي. وهنا جات الفكرة يجيب منتجات محلية مثل العسل البهارات والسمن ويبيعها في السوق. بداية المشروع كانت بسيطة، كان يروح لقريته يشتري المنتجات من المزارعين ويرجع يبيعها في السوق. بس البداية ما كانت سهلة أبدا، الناس ما كانت تثق فيه وبعضهم ما كان حتى يعطيه فرصة. لكن بدل ما يستسلم كان دائما يطور من نفسه، يتعلم كيف يسوق منتجاته، كيف يكسب ثقة الزبائن، وكيف يوفر أفضل جودة ممكنة. مع الوقت صار عنده زبائن دائمين وصار الناس يتكلموا عن منتجاته في السوق. التحديات كانت كثيرة، مرة يخسر منتجاته لأنه ما باعها بسرعة، ومرة تواجهه مشاكل في النقل والتوزيع، وفي أوقات كثيرة كان يرجع البيت بدون أرباح بس بتعب ما يوصف. لكن الشيء اللي يميز هذا الشخص إنه ما يستسلم، دائما يفكر بحلول. بدأ يركز أكثر على تطوير علاقاته مع الناس. قرر إنه يفتح متجر صغير. كان قرار كبير ومخيف لأن استثمر كل اللي عنده فيه. فتح المتجر وبدأ يبيع فيه منتجات متنوعة. مع الوقت الناس صاروا يثقوا فيه أكثر وصار متجره معروف بجودة منتجاته. النجاح ما جاء فجأة، لكنه كان نتيجة سنوات من التعب والإصرار. بعد سنوات من العمل الشاق صار عنده سلسلة محلات، ما عاد مجرد بائع بسيط، صار واحد من أبرز رجال الأعمال اللي يدعموا المنتجات المحلية. ورغم النجاح ما نسى أصله، كان دائما يرجع لقريته يشتري المنتجات من المزارعين ويساعدهم. يقول إذا أنا اليوم ناجح هذا بفضل القيم اللي تعلمتها من أهلي ومن قريتي، الحين دوري أساعد غيري. القصة هذه تذكرنا أن النجاح ما يجي بسهولة، هو يحتاج تعب، صبر وإصرار. يمكن تبدأ من لا شيء، لكن إذا عندك طموح ماشي مستحيل. هذه كانت قصة عماني بسيط قرر أنه يتحدى الظروف ويغير حياته. هل تعرفوا حد عنده قصة مشابهة أو يمكن قصتكم شخصية؟ شاركوني في التعليقات، ولا تنسوا تضغطوا على زر اللايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة.